حاجه وقالوا لي الدكتور صفوت حجازي عايز يصلحها، فقلت لهم تحت امره، احنا اسفين وبنعتذر. ايه تاني؟ لم تكن لتدخلني الا ان انا اتصلت برئيس القناه، بصاحب القناه. صاحب القناه اتصلت بيه قلت له انتوا بتكذبوا. لا، من قبل ما اعرف حكايه صح، انا ما اعرفش انك اتصلت بصاحب القناه، انا ما اعرفش. لان انا حاولت، لان صاحب القناه مش في مصر. انا عارف انه مش في مصر. انا ما اعرفش انك اتصلت بصاحب القناه، وانا ما بشتغلش عند صاحب القناه، وليته هتوقعني في الراجل. دكتور صفوت ردك تحت امرك، اتفضل قوله. استاذ علاء ردك اتفضل قوله. استاذ محمود بعد اذن حضرتك، الخبر كاذب اللي انا قلته. اوكي تمام، انا متاسف. تحت في حاجه تانية؟ يعني ايه؟ يعني في حاجه تانية طلبات عند سيادتك؟ انا عاوز حضرتك تبقى كما انت يا استاذ محمود. لا مالكش دعوه بيا، سيبني في حالي بقى، انا زي ما انا كده، انا زباله. شريف. لا سيبني في حالي، سيبني في حالي، مالكش دعوه بيا. انت سيادتك عايز ترد على ان الخبر مش صحيح، رديت وسمحنا لك انك ترد. انما انت بتهددني بصاحب المحطه والكلام اللي ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ انتوا كل كلامكم كده. قوي ان قناه النهار قناه كبيره بيشتغل فيها ناس كبار بنحترمها وبنشوفها، عيب ان هي تنقل اخبار كاذبه. يا دكتور صفوت، الخبر كان موجود على تويتر، احنا ما لقيناش خبر كاذب. الخبر كان موجود على تويتر من الصبح، ما نقلناش خبر كاذب، ما الفناش خبر. وبعدين سيادتك بندي لك فرصه انك ترد، مش تدينا درس في الاخلاق. انا رديت خلاص يا دكتور صفوت، شرفتنا. دكتور صفوت حجازي، شكرا جزيلا. الرد خلاص. فين المكالمات اللي هتجيلنا بقى؟ ايه ده؟ احنا فين؟ احنا بقينا فين؟ يلا يا جماعه شوفوا تليفونات مين اللي قالوا كلمه وقلنا ان احنا متاسفين وبنعتذر وخلاص، هيدينا درس في الاخلاق. في ايه؟ في ايه؟ خلاص بقينا مش متعلمين، وبقينا كفره، وبقينا جهله، وبقينا اعلاميين زفت، وبقينا مش عارف ايه زفت. يلا مش مشكله، كله في حبك يهون. ايه بقى؟ مين؟ استاذ شحاته.